ساوموها على ابنها فهربت به وتركت البلاد وتخلت عن وفاء ميكي. بالمقابل حجاب ودروشة، زيجات متعددة وتصريحات غير مسؤولة تسببت في الانقلاب عليها. أزمات جديدة تضاف لسجل الفنانة ميار الببلاوي، فتاة أحلام الشباب بدايات التسعينيات وأجمل وأروش فنانات جيلها. من وقت لآخر تتصدر نجمة التسعينيات وفتاة أحلام الشباب آنذاك الفنانة الجميلة ميار الببلاوي تتصدر المشهد على إثر عدة من الأزمات المتتالية، ولعل تصريحاتها الأخيرة حول طلاقها أكثر من 11 مرة ومن ثم عودتها لزوجها دون محلل اعتبرت القشة والتي كسفت ظهر البعير، ليخرج عليها أحد الشيوخ متهما إياها باتهامات كارثية بل وكفيلة أن تنال من سمعة الفنانة، ما تسبب في انهيار ميار لتخرج معلنة قسيمة زواجها للرأي العام ومعلقة: لم أفعل ما يغضب الله. وعن طبيعة العلاقات بينها وزوجها أيضا أسباب الطلاق المتكرر، أكدت ميار حجم الخلافات بينهما لدرجة تمكنت الفنانة عندها من حبس زوجها ليتم طلاقها المتكرر وبهذه الكيفية، لكنها في نفس الوقت دافعت عنه مشيرة إلى مشاعرها القوية تجاهه كونه لم يتخلى عنها في أزماتها، خصوصا رحيل والدتها وخلال العملية الكبيرة والتي أجرتها وشالت الرحم بعدها. ومن هنا كثرت التساؤلات لمعرفة خلفيات زوجها، لتتم الإشارة إليه كونه الفنان والمنتج السعودي عبد الله الكاتب، والذي يعد وبحسب وصف المقربين أصغر منتج عربي شارك بالتمثيل في معظم الأفلام والتي قام بإنتاجها، وأشهرها فيلم خلطبيطة بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز. ولعل عدة من الأزمات لاحقت نجمة التسعينيات، أبرزها حينما هددوها بابنها على خلفية توصلها لمعلومات عن قضية وفاء مكي الشهيرة والمتعلقة بتعذيبها لخادمتيها، وأرادت ميار الإدلاء بشهادتها لتخلص وفاء ليتم تهديدها ومساومتها على ابنها الوحيد، ولم يكن من زوجها إلا أن قام بتهريبها خارج البلاد وتحديدا إلى سوريا. تحاول وفاء مكي أن تستنجد بميار، لكن الأخيرة تهربت لتبرز الاتهامات بين الفتاتين، ما دفع هند عاكف للبروز على خط الأزمة، مؤكدة أن ميار تواصلت معها مؤكدة براءة وفاء، لكنها أيضا تتخوف على حياة ابنها. هذا وبرزت ميار الببلاوي ضمن نجمة التسعينيات، كما شاركت كبار النجوم في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وأبرزهم الفنانة نجلاء فتحي والفنان إبراهيم نصر وشريف منير، ذلك قبل أن تتحجب وتعد نفسها ضمن الداعيات. معظم المعلومات والتي تمت الاستعانة بها جاءت في تصريحات الفنانة في لقاءات تلفزيونية. لديكم أي معلومات بخصوص الشخصيات والقضايا المذكورة بإمكانكم ذكرها بالتعليقات، أما لديكم أي قضايا أو موضوعات تودون إثارتها بإمكانكم أيضا ذكرها بالتعليقات.